حضارة مليانة بالحكايات والأساطير. وحكاية النهاردة غير أي حكاية، واللي تعتبر لغز محير لكتير من العلماء، وهو عن اختفاء تيجان ملوك مصر القديمة. ظهر هنا في حاجة قدام مني اهي. ازيك يا عزيزي؟ لو يوم من الأيام رحت متحف من المتاحف اللي فيها آثار مصرية قديمة زي المتحف المصري بالتحرير أو المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ولو الظهر لعب معاك ورحت متحف بره مصر وشفت الآثار المصرية القديمة اللي اتسرقت مننا، هتلاقي حاجة غريبة جدا، وإن تماثيل ملوك مصر القديمة لابسين تيجان فوق راسهم، وإن في رسومات ونقوش بتوضح إن الملك كان بيلبس تاج. بس الغريب في الموضوع إن مفيش ولا تاج حقيقي جوه مصر ولا بره مصر. يا جدع الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ وطبعا انا مش اول ولا اخر واحد السؤال ده يجي في باله، وكل واحد فينا كان بيقعد بالليل على السرير لوحده ويتنح في السقف ويسأل نفسه سؤال: هو ليه؟ يا دنيا ايه وراكي شغالي ولا ايه؟ بس اسف لو جيت على الجرح، وفكك كده وبطل كآبة، هما الخسرانين مش انت. ونرجع لموضوعنا وخلينا نفتح الكتب وندور ونشوف الاسباب وراء اللغز ده. والنتيجة اللي هتظهر معانا ان في اراء كتير، ولو انت عندك رأي مختلف عن الاراء اللي موجودة في الفيديو انزل على طول اكتبه تحت في التعليقات علشان رأيك يهمنا. ولو لسه ما عملتش لايك انزل اعمل وشجعنا. والرأي الاول عن سبب اختفاء التيجان ان اللصوص المقابر هي اللي كانت بتسرقهم، بس على الاقل كنا هنلاقي تاج موجود في مقبرة توت عنخ امون، والمقبرة دي كانت مقفولة لحد سنة 1922، واللي تم العثور عليها في وادي الملوك على يد عالم الاثار هارت كارتر. وفي رأي تاني بيقول ان التاج كان بيتصنع بالمواد عضوية زي القماش والجلد، فكان مع الوقت بيتحلل. بس الغريب حاجة بالقيمة ديت هيصنعها من مواد عضوية. احنا لو جينا نبص على الخنجر بتاع الملك مثلا او الكرسي او الحذاء، هتلاقي ان هما مهتمين باقل التفاصيل. هيجوا على التاج ويبطلوا. وفي اللي قالك ان التاج ده حاجة متوارثة، الملك يموت الملك اللي بعده ياخده ويلبسه. بس برضه السؤال فين الإجابة؟ اخر تاج وصل لاخر الملك راح فين؟ وفي رأي بيقول ان التاج كان فيه قوة الهية مخصصة للملك بس، وكان كل ملك فيه قوة الهية في التاج بتاعه مختلفة عن اللي قبله. كل واحد قوة روحية لما يكون عنده إرادة تطلع. وعلشان كده الملك اول لما يموت كان لازم وحتما ان التاج يتدمر. ورأيي انا كأحمد ان سبب اختفاء التيجان هو ان الملك الجديد لما كان بيمسك كان لازم وحتما ان هو يدمر التاج الملك اللي قبله. تيجي تسألني ليه؟ علشان بكل بساطة ان هو ده بيدل على حاجة انتهاء عصر وبداية عصر جديد، فكان بيدمر التاج القديم ويعمل تاج جديد لنفسه بكل بساطة. مش محتاجة حاجة يعني. بس برضو عدم وجود تاج حقيقي هيفضل لغز محير لكتير من العلماء، زي ألغاز كتير في الحضارة المصرية القديمة. لسه الحضارة الفرعونية لم تكشف عن أسرارها بعد. ولو انت عندك رأي مختلف عن الآراء اللي سمعتها اكتب رأيك تحت، رأيك يهمنا. ولو عايز لغز نتكلم عليه في الحضارة المصرية أو أي حضارة تانية اكتب وندور مع بعض. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.